متابعينا الكرام، أهلا بيكم. قبل ما ندخل على حكاية النهاردة عاوزين نقول لكم إن مسابقتنا على قناتنا الجديدة قصص متنوعة لا زالت مستمرة، وإحنا في انتظار إن القناة توصل لعدد 1000 مشترك عشان نعلن عن الفائزين بجوائزنا اللي هم عبارة عن 2 هاتف أوبو رينو 6. الفائزين بجوائزنا هيكونوا من ضمن المشتركين في قناتنا الجديدة ستوري قصص متنوعة. هتلاقوا رابط القناة في وصف الفيديو ده. بسرعة اشتركوا فيها وتمتعوا بالقصص الجميلة اللي عليها، وبالمرة تدخلوا السحب على جوائزنا. بنتمنى لكم الفوز جميعا، ويلا بينا على حكاية النهاردة. يا اسكندرية يا ام تراب زعفران، مش مصبرني عليكي غير حلاوة هواكي. لما بجيب كرسي ساعة العصرية واقعد عليه قدام دكانة الجملة بتاعتي، وابص يمين وشمال على الناس الحلوة اللي رايحة واللي جاية قدامي. بعشق اسكندرية وبعشق ناسها وبعشق بناتها الحلوين. مفيش بيع ولا شراء السعادة، بس هوا اسكندرية عندي أحسن من البيع والشراء. اتنهدت وانا بلمح توك توك بيهدي قدام مني. وقف التوك توك قدامي، لمحت جوه التوك توك عم عباس. عم عباس راجل عجوز كبير في السن، عنده كشك حلويات وشيبسي وحاجة ساقعة في نص المساكن. عم عباس متعود ياخد مني بضاعة ويسدها حبة حبة على بال ما يبيعها يعني. نزل عم عباس بظهره المحني من التوك توك، وبرقت بعينيا. دق قلبي لما لمحت بنت شابة قاعدة جنب عم عباس جوه التوك توك. بنت بيضة مليانة وملفوفة ما كملتش 20 سنة على بعض. وقف عم عباس واتسند على كتف البنت المليانة، كتفها الطري. برقت بعينيا وانا مبحلق في البنت دي، اكيد تبقى بنت عم عباس. معقول عم عباس عنده بنت بالحلاوة دي كلها وانا معرفش؟ اتسند عم عباس على كتف البنت ومشوا ناحيتي واحدة واحدة. طارت الطرحة من فوق جبين البنت، انكشف شعرها الاسود اللي بيلمع. برقت بعينيا وانا باكل البنت بعينيا وهي بتقرب مني بقوامها الملفوف المليان في العباية السودة الضيقة. ولقيت عم عباس بيشاور لي وبيقول لي: ازيك يا سي حسن، عامل ايه؟ وقفت في مكاني وانا مبرق بعينيا. بحلقت في البنت اللي اتسند عليها عم عباس وقلت له: اهلا يا عم عباس، خطوة عزيزة. قعد عم عباس على الكرسي اللي كنت قاعد عليه، ووقفت البنت جنبه. بصيت ناحيتها بصة طويلة، عيني جت في عينيها العسلي الحلوة. فجأة لقيتها بتهرب بعينيها من عينيا وبصت في الأرض. شاور لي يا عم عباس وقال: عاوزين شوية حلويات وشوية شيبسي لزوم الكشك يا سي حسن. وميل عليا عم عباس، قرب مني بدماغه وقال لي: بس مفيش فلوس النهاردة، هبقى سدهم لك حبة حبة. بصيت للبنت، ضحركت عيني عليها، أكلت جسمها المليان بعينيا ورقبتها الطرية الملفوفة، وقلت له: يا سلام، ده انت تؤمر يا عم عباس، ده انت تشاور بس واجيب لك الحاجة لحد عندك. وابتديت اجمع شوية حلويات في كرتونة وكام صندوق شيبسي وحطيتهم قدام عم عباس. شلت الكرتونة ومديتها ناحية البنت، بصيت لها بخبص وقلت لها: اتفضلي يا عروسة. ومدت البنت ايديها على طول كده عشان تاخد مني الكرتونة. لقيت عم عباس بيقول لها بصوت عالي: خدي يا هنادي، خدي الحاجة من الأستاذ حسن. ودق قلبي، البنت اسمها هنادي. البنت حلوة قوي، حتى اسمها حلوة قوي زيها. جبين زي البدر المنور، وقوام زي القشطة الدايبة، ورقبة ملفوفة زي عود الجمار، طرية قوي زي عود الملبن. خدودها الموردة عمالة تحمر وتحمر أكتر زي ما تكون مولعة نار. وغصب عني مديت إيديا، قفشت إيديها الطرية الناعمة وأنا بناولها الكرتونة، ولقيتها برقت
سحبت ايديها من ايديا بسرعة. عملت نفسي لمستها غصب عني وقلت لها لا مؤاخذة يا ست البنات. احمرت خدودها اكتر واكتر وهزت دماغها بسرعة وما ردتش عليا. شالت الكرتونة وميلت تحطها جوه التوك توك. برقت بعناية وانا باكل جسمها الملفوف من ظهرها وهي بتوطي تحط الكرتونة جوه التوك توك. برقت بعناية ولحمها الطري بيتلوى في العباية الضيقة وهي موطية قدامي. البنت ولعت النار في كياني رغم انها سنها صغير، الا انها انثى فايرة، انثى جامدة قوي. فضلت متجمد وانا براقب هنادي بتحط الحاجة جوه التوك توك، حاجة ورا التانية. بلعت ريقي بصعوبة وانا مبحلق بعناية في هنادي. اتهزيت وتهز كياني لما هزني عم عباس من ايديا وقال لي هات ورقة الحساب بقى يا سي حسن، خلينا نرجع نشوف اكل عيشنا. اتنفضت في مكاني واترعشت. ضربت بايدي على دماغي وقلت وانا بدحرج عيني على هنادي يوه ده انا نسيت احسب البضاعة عم عباس. ورجعت تاني اعمل ورقة بالحساب. ما كنتش قادر اركز، عيني بتيجي على هنادي غصب عني، باكلها بعناية اكل. اخد عباس الورقة واتسند على كتف هنادي الطري. بحلقت بعناية في هنادي وهي بتميل تركب التوك توك ونفخت نفس زي النار طالع من صدري. هنادي زلزلت كياني بحلاوتها ورقتها وقوامها المليان الطري وعودها الملفوف. أخدت عينيا وقلبي بجسمها البكر اللي بيتمايل يمين وشمال. وجري التوك توك من قدامي، جري وجواه عم عباس وهنادي. هنادي الفرسة الجامحة اللي أخدت قلبي وعقلي. ولقيت نفسي بقول غصب عني وعنايا بتروح ورا التوك توك اللي بيختفي من قدامي يا حلاوتك يا هنادي، يا حلاوتك. ما نمتش طول الليل وانا بفكر في هنادي وحلاوتها وقوامها وجسمها الفاير السخن البكر قوي. وبقيت استنى كل يوم، استنى ان عم عباس يجي هو وهنادي عشان يدفع دفعة من تمن البضاعة. لكن الايام بتعدي يوم ورا التاني وانا ما بشوفش هنادي ولا عم عباس بيجي. عشان كده لما شفت عم ناصر جار عم عباس في المساكن، ساكن جنب كشك عم عباس على طول. وقفت عم ناصر وكلمته وسألته على عم عباس. هز عم ناصر دماغه وبصلي بحزن وقال عمك عباس تعبان شوية بعافية حبتين، ما فتحش الكشك بقاله يومين. ولما سألت عم ناصر على بيت عم عباس قال لي ان البيت جنب الكشك على طول. واتنهيت، حضرت نفسي ان هزور عم عباس عشان اطمن عليه وبالمرة اطمن على هنادي بجسمها السخن المولع. وقفت قدام باب شقة عم عباس، شقة صغيرة في المساكن في الدور الارضي. خبطت على الباب وانا كل لهفة وشوق اني اشوف هنادي تاني. وفتحت لي هنادي. دق قلبي بعنف لما لقيت هنادي واقفة قدامي بالجلابية البيتي الضيقة على قوامها الملفوف. عيني جت في عينيها وقلبي دق وخدودها احمرت كالعادة. ولقيتني بميل ناحيتها وبقول لها ازيك يا انسة هنادي. اتميلت قدامي هنادي، بصت في الارض. ميلت عليها وقلت لها الا انا سمعت ان عم عباس بعافية شوية وقلت اجي ابص عليه واطمن عليه. اتميلت هنادي، انزحت من طريقي بجسمها الفاير وهي بتقول بصوت زي الجرس زلزل كياني اتفضل يا اخويا، اتفضل يا سي حسن. ودخلت وانا مش قادر اشيل عيني من عليها. لمحت عم عباس نايم على كنبة وبيكح كحة شديدة. قعدت جنبه، ميلت عليه، ضحركت عيني على هنادي اللي واقفة قدامنا وقلت له سلامتك يا عم عباس، ألف سلامة عليك. وفضلت أتكلم أنا وعم عباس. كانت حالته صعبة وكان تعبان وبيكح. طول ما أنا قاعد جنب عم عباس عيني مش بتنزل من على هنادي وعلى قوامها الفاير في الجلابية البيتي.
أول ما عيني بتيجي في عينين هنادي بتتكسف، بتحمر خدودها وبتبص في الأرض. وفجأة شاور عم عباس لهنادي وهي واقفة قدامنا وقال لها بضعف وهو بيكح كحة ورا التانية: ما تعملي كوباية شاي لسي حسن يا هنادي. واتحركت هنادي، اتحركت قدام عينيا، اتميلت بجسمها الفاير المليان، جسمها الطري، وراحت تعمل الشاي. النار شعللت في كل حتة في كياني وانا براقب هنادي بعينيا. ورجعت تاني اتكلم مع عم عباس في الشغل واحوال الدنيا. ما مرش كتير وانا مشغول مع عم عباس، ولقيت نفسي بتنفض في مكاني لما سمعت صوت هنادي بيقول: الشاي يا سي حسن. وبرقت بعينيا لما لقيت هنادي واقفة فوق دماغي. مسكت هنادي كوباية الشاي ومدتها لي بايديها الحلوة الطرية، وفجأة ومن غير تفكير مديت ايديا عشان اخد الكوباية منها. وفجأة دق قلبي لما عيني جت في عينين هنادي وهي مميلة عليا بجسمها الفاير، وغصب عني حطيت ايديا حوالين ايدين هنادي اللي ماسكة كوباية الشاي. مسكت كف ايديها بايديا، لمسته بكل جرأة، وبرقت هنادي، احمرت خدودها. فضلت لامس ايديها الناعمة شوية بايديا. قلبي دق بعنف لما بصت هنادي في عينيا وقالت: الشاي سخن يا سي حسن، خلي بالك. وتزلزل كل كياني لما لمحت شبح ابتسامة صغيرة على شفايف هنادي. ابتسامة هنادي شعللت النار في كياني، خلتني اتمادى في لمستي لايديها اكتر واكتر. اتنفضت لما عم عباس قال لي: اتفضل الشاي يا سي حسن. وفجأة لقيتني ببعد ايديا عن ايدين هنادي وبنزل عيني عن عينيها الحلوة، لكن كان كل كياني قايد نار. ما فاتش كتير واستأذنت عشان امشي. شاور عم عباس لهنادي وقال لها: وصلي سي حسن يا هنادي. ووصلتني هنادي، مشيت ورايا لحد الباب، وقبل ما امشي مدت لها ايديا عشان اسلم عليها وانا بقول لها: تأمريني بأي حاجة قبل ما امشي يا هنادي؟ وابتسمت هنادي في خجل، وبحركة تلقائية مدت لي هنادي ايديها عشان تسلم عليا وتودعني. وحسيت اني اتجننت. قفشت ايدين هنادي بايديا زي المجنون، عصرت كف ايديها الطري، فركت صوابعها الناعمة بايديا، كسرت عقل صوابعها بصوابعي. وبصيت لي هنادي، بصيت لي في عينيا بكل ضعف ودلع، ودق قلبي بعنف، واتشعللت النار في كياني لما بصت هنادي في الارض وقالت بكل ضعف: اخصى عليك يا سي حسن. وسحبت هنادي ايديها من ايديا بصعوبة، واتنهدت وانا متجمد قدامها، مذهول من حلاوتها، مجنون من الدلع اللي هي فيه. كان واضح قوي ان الايام الجاية هتكون لي حكاية كبيرة وجديدة، حكاية مع هنادي. كل يوم والتاني بروح اطمن على عم عباس وبنته هنادي. في الحقيقة انا كنت بطمن على هنادي وبس، ايوه، بدوب في عينيها الحلوة واتأمل بعناية جسمها البكر الفاير اللي بياخد قلبي وعقلي. واتعودت كل يوم قبل ما امشي اني المس ايديها، ايوه، وانا بسلم عليها افرك ايديها بايديا وابص في عينيها واعيش اجمل لحظات حياتي. انا اتعلقت بهنادي، اتعلقت بحلاوتها وكسوفها ودلعها، اتعلقت بجسمها الفاير ونعومتها، اتعلقت بايديها الناعمة الحلوة اللي بعصرها بايديا كل يوم قبل ما امشي من عندهم. وبتجنن في كل لحظة لما بفتكر هنادي وهي بتبص في الارض ومكسوفة وبتقولي بكل دلع: اخصى عليك يا سي حسن. دق قلبي لما سألت نفسي سؤال: هو انا عاوز ايه من هنادي؟ هو انا ليه ما اتجوزش هنادي؟ ليه الفكرة دي دماغي رفضها؟ يمكن عشان ابوها راجل غلبان وفقير وهم ناس فقراء عايشين في اوضتين في المساكن، ولا ايه بالظبط؟ اكتر حاجة انا حاسسها اني عاوز هنادي. كل حتة في جسمي عاوزاها، بتصرخ عشان محتاجاها، وعشان كده لازم اوصل لها، لازم اوصل لهنادي مهما كان التمن. بعد يومين عدى عليا عم ناصر جار عم عباس في المساكن. بصلي يا عم ناصر وقال لي بحزن: الراجل عم عباس لسه تعبان يا حرام، ما فتحش الكشك لحد دلوقتي. هزيت دماغي وقلت له: ربنا يعينه.
هز عم ناصر دماغه بحزن وقال: راجل مسكين ما عندوش مصدر فلوس غير الكشك بتاعه، ومن بعد ما تعب وركبه المرض بقى عايش عيشة ضنك هو ومراته. قربت من عم ناصر ورفعت حواجبي باستغراب وقلت له: هي مراته موجودة؟ أنا ما شفتش هناك غير بنته، بنت عروسة على وش جواز، بنت زي القمر. رفع عم ناصر حواجبه. اترعشت واتزلزل كياني لما لقيت عم ناصر بيقول: بنته مين يا حسن؟ عم عباس ما عندوش عيال، هو عايش مع مراته بس. ابتسمت لعم ناصر، قربت منه وقلت له: انا بقصد هنادي، مش هنادي تبقى بنته برضه. رفع عم ناصر حواجبه ودق قلبي بعنف لما عم ناصر بصلي وقال لي زي ما يكون بيرمي قنبلة في وشي: بنته ايه يا ابني؟ هنادي تبقى مرات عمك عباس مش بنته. واتزلزل كياني، غاص قلبي في رجليا. هنادي تبقى مرات عم عباس؟ طب ازاي؟ معقول الكلام ده؟ دي عيلة صغيرة وهو راجل عجوز بكحكح، معقول؟ اسبوع بحاله وانا ما بنامش الليل. صدمتي كانت كبيرة. ازاي هنادي تبقى مرات عم عباس؟ ده انا كنت فاكرها بنته، ده انا كنت بفكر اتجوزها. عم ناصر قال لي ان سلو بلدهم كده ومفيش مانع عندهم يجوزوا بنت صغيرة لراجل عجوز، وقال لي ان عم عباس راح جابها من البلد عندهم على اسكندرية هنا. لكن ازاي هنادي مدام متجوزة تسمح لي امسك ايديها وابص في عينيها وتقول لي بكل دلع: اخصى عليك يا سي حسن؟ نفخت وانا بتقلب على سريري وحيرتي كبيرة. المشكلة ان هنادي وحشاني، نفسي اشوفها واكلمها، نفسي ارجع امسك ايديها تاني وابص في عينيها الحلوة. لحد ما جه اليوم اللي غير حياتي، وبعد المغربية وانا بتقلب في سريري وبفكر في هنادي اللي صورتها مش بتروح من خيالي ولا عينيا، خبط عليا باب بيتي وقمت بكل كسل عشان افتح. وبعد ما فتحت الباب اتجمدت، برقت بعينيا واترعشت، اتزلزل كل كياني لما لقيت هنادي واقفة قدامي بجبينها اللي زي القمر وقوامها الملفوف في العباية السودة الضيقة برقبتها الناعمة الملفوفة. بصت هنادي في الأرض واحمرت خدودها وقالت: ازيك يا سي حسن؟ عاش من شافك. هزيت دماغي وانا لسه مستغرب. بصت لي هنادي وقالت: عمك عباس زعلان منك عشان ما بتسألش عليه، وبعتني ليك عشان اقولك تصبر عليه في تمن البضاعة اللي خدها منك، واول ما يخف هيجيبها لك على طول. اتنهيت، هزيت دماغي وبرضه ما ردتش، وفوجئت اتزلزل كل كياني لما لقيت هنادي بتقرب مني. ايوه، اتحركت ناحيتي، حسيت بسخونة جسمها بيقرب مني وقالت لي: مالك يا سي حسن؟ هو انت زعلان مني ولا ايه؟ وبصيت لهنادي، عيني جت في عينيها الحلوة وقلت لها: هو انت ازاي يا هنادي ما قلتليش انك مرات عم عباس؟ انا كنت فاكرك بنته. وقربت مني هنادي، رفعت حواجبها وقالت: يا اخويا هو انت سألتني وانا ما قلتلكش؟ وقادت النار في كل كياني، اتشعلل كل جسمي لما مدت هنادي ايديها قفلت الباب اللي وراها. برقت لما لقيت نفسي انا وهنادي لوحدينا جوه الشقة. وبصت هنادي في عينيا، حسيت بجسمها بيفور في العباية الضيقة زي ما يكون هينفجر في وشي من كتر الأنوثة اللي هي فيها. وقالت هنادي بكل حنية ودلع: وهان عليك يا سي حسن، ما تسألش عليا الأيام اللي فاتت دي كلها. حاولت أتكلم ما قدرتش، اترعشت شفايفي، اتنفضت كل مفاصلي، وهنادي بتقرب مني أكتر وأكتر. لمست جسمي بجسمها الدافي الفاير، دخلت في حضني بدون استئذان، وفقدت وعي. ما حسيتش بنفسي غير وانا بحوط جسم هنادي الطري الفاير بايديا، وانا بضم جسمها الفاير الملفوف بين ايديا، بعصرها في حضني زي المجنون. سمعت عظمها بيطقطق بين ايديا من قسوة حضني ليها، وما حسيتش بأي حاجة حواليا، ما حسيتش بحاجة أبدا. مش عارف اللي حصل بيني وبين هنادي حصل ليه وحصل ازاي. انا دبت في هنادي، غرقت فيها، وهي دابت فيا وغرقت فيا.
قعدت شارد على طرف السرير وهنادي نايمة عريانة جنبي. كنت مذهول لكني كنت مبسوط. قامت هنادي من جنبي، اتميلت بجسمها العريان الفاير اللي مش مخبية منه أي تفصيلة من عينيا. نزلت من على السرير، لبست هدومها قدامي حتة حتة، عدلت شعرها ولفت طرحتها، بصت لي وقالت: عاوز حاجة يا سي حسن؟ أنا همشي عشان ما تأخرش على عباس. وهزيت دماغي، بصيت في الأرض وما اتكلمتش. أيام ورا أيام وأنا مش قادر أستغنى عن هنادي. هنادي بقت عايشة في دمي، ما بقدرش يعدي عليا يوم من غير ما هنادي تكون عريانة في حضني وبين إيديا وعلى سريري. أنا بحب هنادي وما أقدرش أستغنى عنها، ما أقدرش أعيش من غيرها أبدا. لحد ما جه اليوم اللي كنت مستني فيه هنادي تجيلي شقتي كالعادة عشان أدوب في عينيها الحلوة وأتمرمغ في حضنها الفاير وأعيش أجمل لحظات حياتي بين إيديها. لكن النهاردة هنادي ما جاتش. هنادي اتأخرت قوي. كنت بموت في كل ثانية بتغيبها عني، وعدت الساعات ورا الساعات، وعدى يوم واتنين وهنادي ما جاتش. كنت خلاص هتجنن. يا ترى هنادي غايبة عني ليه؟ وقادرة تستغنى عني ازاي؟ وما لقيتش بد غير يومها بالليل اني اروح لها البيت، اروح عند عم عباس اكني بسأل عليه عشان اشوف هنادي واعرف سبب غيابها عني. ووقفت قدام باب بيت عم عباس وخبطت على الباب واتفتح الباب وبرقت بعينيا. اتزلزلت لما لقيته قدامي، عم عباس واقف على رجليه وباين عليه الصحة والحيوية. عم عباس خف من مرضه. قلبي انشق لما شفت هنادي واقفة قدامي، لكني ما قدرتش اكلمها. عم عباس كانت عينه مفنجلة علينا، مش بيغفل عننا. نفخت بغضب وهو عم عباس بيطبطب عليا وبيقول: أصيل يا سي حسن، أصيل وابن أصول. وميل عليا وقال: من بكرة هفتح الكشك وهسدد لك فلوس بضاعتك، أنا خلاص خفيت وبقيت زي الحصان. قمت من مكاني وأنا بدحرج عيني ناحية هنادي وقلت له: براحتك يا عم عباس، براحتك. مشيت وأنا النار قايدة في كل كياني والغضب مسيطر عليا. كده وضحت الصورة. عم عباس خف وتعافى من مرضه، وأكيد ده السبب إن هنادي ما بقتش بتقدر تجيلي لأنه مراقبها ومفتح عينه عليها. ولقيت نفسي بقول بكل غضب: أنا بكرهك يا عم عباس، بكرهك من كل قلبي. سألت واتقصت وعرفت إن هنادي بتقف في الكشك ساعة العصرية، وعم عباس بيدخل يريح الساعتين دول. وما كدبتش خبر، وقت العصرية كنت واقف قدام هنادي في الكشك. بصيت في عينيها وقلت لها: وحشتيني قوي يا هنادي، أنا مش قادر أعيش من غيرك. بصت هنادي حواليها بقلق وقالت لي: سامحني يا سي حسن، مش عارفة أتحرك، عباس عينيه عليا ليل نهار. شوحت بعصبية وقلت بغضب: أنا مش عارف هو خف ليه، أنا افتكرته هيموت. شردت عينين هنادي وقالت: وهو ده هيموت من غير ما يطلع روحنا؟ ده ب7 أرواح يا سي حسن. برقت بعينيا، بصيت في عينين هنادي وقلت لها وانا مبرق: انا مش قادر اعيش من غيرك يا هنادي، مش قادر اتنفس وانت غايبة عني. هزت هنادي دماغها وقالت: على عيني يا سي حسن، بس غصب عني. وبرقت بعينيا والغضب ملا كياني، وبصيت لهنادي بخبث وقلت لها: خلاص، لو عم عباس مش عاوز يموت لوحده يبقى احنا بقى اللي نموته. وبرقت هنادي، اترعشت، زاغت عينيها يمين وشمال وما اتكلمتش ابدا. النهارده يوم غير كل يوم. الساعة عدت 1 بعد نص الليل. كنت قلقان وقلبي بيدق، مفاصلي كلها بتترعش وانا سايق التوك توك الصغير اللي بحمل عليه البضاعة للزباين، وانا رايح ناحية بيت عم عباس. ووقفت قدام باب الشقة الصغيرة وخبطت عليها بإيديا وفتحت لي هنادي. كانت مبرقة وبتترعش وعينيها حمرة وباين عليها الخوف. بصيت لها وقلت لها: ها،
خلاص يا هنادي. وهزت هنادي دماغها من غير ما ترد، وحسيت بالارتياح. ايوه، احنا خلاص قتلنا عم عباس وخلصنا منه. ايوه، قتلناه بجرعة دواء زيادة من العلاج اللي بياخده. برقت بعينيا وانا واقف جنب هنادي وبنبص للجثة، جثة عم عباس. ومن غير كلام لفينا الجثة في ملايات سرير ومشمع كبير. كنا متفقين اننا هنتخلص من جثة عم عباس، وبعد كده هنقول انه سافر البلد ومرجعش ومفيش عنه حس ولا خبر. وبعدها هيخللنا الجو انا وهنادي، وهتعيش هنادي في حضني وبين ايديا، وهتمتع بيها ليل ونهار من غير ما ينخص علينا عم عباس عيشتنا. شلنا جثة عم عباس انا وهنادي، بصيت يمين وشمال انا وهي في الطريق، اطمنا ان مفيش حد، ورمينا الجثة جوه التوك توك وهي ملفوفة في الملايات والمشمع. سندت هنادي الجثة وهي قاعدة على الكرسي اللي ورا، وانا جريت بالتوك توك لحد الطريق السريع هرمي الجثة وسط كوام التراب والطوب والزلط اللي على جنب الطريق. لما وصلنا كنت بترعش وبنهج، مفيش اثر لاي بني ادم، والدنيا ليل والكلاب عمالة تنبح في كل حتة. مفيش غير كل فين وفين عربية بتعدي على الطريق. شلت الجثة انا وهنادي، الجثة كانت تقيلة قوي. واخيرا رمينا الجثة وسط التراب والزلط. بصيت لها وانا بترعش وقلت لها يلا بينا يا هنادي، يلا بينا بسرعة. وركبنا التوك توك. كنت بتنفض ومفاصلي سايبة، وهنادي بتنهج بخوف وعينيها زايخة بتبص يمين وشمال. وقبل ما ادور التوك توك واطلع بيه اتهز كل كياني، اترعشت وغص قلبي في رجليا لما لقيت فجأة ايد جامدة قوي بتمسكني من كتفي وبتشدني. ولقيت واحد من العمال اللي بينقلوا الطوب والحجارة بيبصلي وهو مبرق وبيقولي خد عندك ياض منك ليها، ايه اللي رميتوه هناك ده قتيل ده ولا ايه؟ وبرقت بعينيا، زقيت الراجل بايديا، اشتبكت معاه فجأة في خناقة كبيرة، كنت زي المجنون. وصرخت هنادي، صرخت بصوت عالي وهي بتشوفني بتخانق مع العامل. وقعنا على الارض واتمرمغنا انا وهو في التراب. وفجأة ظهر عامل تاني وتالت ورابع، اتلفوا حواليا انا وهنادي، عملوا حوالينا دايرة كبيرة. انشق قلبي وتهز كل كياني، وواحد منهم بيبص للتاني وبيقول له بلغ البوليس يا صابر، دول قاتلين قتيل. وبرقت بعينيا، عيني جت في عينين هنادي اللي اتشحتفت ولطمت على وشها، والدموع جريت على خدودها وقالت ضعنا يا سي حسن ضعنا. وبرقت بعينيا، بصيت حواليا والناس بيضيقوا الدايرة علينا اكتر واكتر، بيتلموا حوالينا وبيكتروا. وانهار كل كياني وما قدرتش اتكلم ابدا. استنونا مع حكاية جديدة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس.